السلام عليكم حبايبنا الغاليين، طلابنا طلاب تالتة ثانوي أزهر المجتهدين في كل مكان. عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وفي أفضل حال. أهلا بك يا صديقي في الفيديو الأول من سلسلة الفيديوهات الخاصة بحل كتاب المرشد مراجعة نهائية 2026، واللي هتكون متاحة بإذن ربنا سبحانه وتعالى بشكل مجاني تماما على قناتنا على اليوتيوب، واللي هنحل فيها الكتاب كاملا، سواء كانت الامتحانات الجزئية على الفصول أو حتى السنوات السابقة والاختبارات الشاملة على المنهج. النهاردة إن شاء الله في أول فيديو هنبدأ الأول بالاختبارات الجزئية، وهنحل مع بعض أول اختبار اللي هو الاختبار الشامل على الدعامة والحركة. فكل المطلوب منك ان انت تعمل لنا اللايك الجميل وتشير الفيديو ده في كل مكان وعلى كل الجروبات لكل زمايلك، فالدال على الخير كفاعله. وكالعادة كل المطلوب منك تسمي الله وتصلي على النبي وتحضر كوباية الشاي الجميلة، ويلا بينا. يلا بينا يا صديقي نحل مع بعض أول اختبار شامل في الكتاب جزئي على الدعامة والحركة، فسمي الله بقى كده وصلي على النبي. السؤال الأول يا صديقي ألف فيه اختر الإجابة الصحيحة، بتقول رقم 1: تعود القطعة العضلية إلى طولها الأساسي عند حدوث كل مما يأتي ما عدا. السؤال ده يخلينا أفكرك بإيه؟ السؤال ده يا صديقي يخلينا أفكرك بحاجة اسمها التغيرات التي تطرأ على القطعة العضلية عند الانقباض. التغيرات اللي كانت بتحصل على القطعة العضلية لما بتنقبض إيه هي؟ أول حاجة كانت بتتقارب خطوط زد من بعضها، ده لما القطعة بتنقبض، فكان طول القطعة العضلية بيقل، طول المنطقة المضيئة كان بيقل، طول المنطقة شبه المضيئة كان بيقل أو ينعدم حسب قوة الانقباض، وطول المنطقة الداكنة كان بيظل ثابت. فعشان كده كنا بنقول عند الانقباض كل حاجة بتقل عدا ايه تظل ثابتة، يبقى طول القطعة يقل، خطوط زد تتقارب، طول المنطقة المضيئة يقل، شبه المضيئة ممكن يقل أو ينعدم حسب قوة الانقباض، لو كان الانقباض تام يبقى ساعتها تنعدم، بينما ايه تظل ثابتة. يبقى تعود إلى طولها الأساسي عند زوال تأثير المنبه. صح، ما معنى زوال تأثير المنبه؟ إن هي رجعت لحالة الانبساط. تباعد خطوط زد، صح، ما هو لما يزول تأثير المنبه العضلة هتنبسط تاني وخطوط زد ترجع تبعد عن بعضها مرة تانية. انبساط العضلة، صح، خد بالك ألف وب وجيم كلهم بيحملوا نفس المعنى. انقباض العضلة لا، ده العضلة لما بتنقبض كم بيقل طولها أصلا. يبقى إجابتي يا صديقي العزيز هي الإجابة د. السؤال اللي بعده بيقول نوع حركة مفصل الكوع. أولا مفصل الكوع ده يا صديقي يصنف ضمن المفاصل الزلالية، والمفاصل الزلالية تبعا لمدى الحركة كانت تقسم إلى مفاصل زلالية واسعة الحركة ومفاصل زلالية محدودة الحركة. قلت لك ما تحفظش الأمثلة اللي في الكتاب وبس، الفكرة في الفهم. طبق على جسمك، امتى اقول على المفصل زلالي واسع وامتى اقول عليه محدود. زلالي واسع لو كان مدى الحركة بتاعته بيسمح في الاتجاهات الأربعة، يدور ب 360 زي مفصل الكتف مثلا، مفصل الفخذ. لو كان بقى مدى الحركة بتاع المفصل محدود شوية، بيسمح بمدى حركة 180 في اتجاه واحد زي الكوع، زي الركبة، زي المفاصل ما بين السلميات، زي مفصل مثلا الرسغ، بس رسغ القدم، لكن رسغ اليد ده مفصل زلالي واسع الحركة. يبقى مفصل الكوع ده مفصل نوعه زلالي ولكنه زلالي محدود الحركة. يبقى أنا هستبعد الأول واسعة دي، يبقى إجابتي يا إما ألف يا إما دال. هنا بيقول لك محدود الحركة وحركة العظام لأعلى، ده كلام مظبوط، أدا مفصل الكوع أهو محدود وبيحرك عظام الساعد اللي هم الزند والكعبرة إلى أعلى. لكن ده اللي بيقول محدود الحركة وحركة العظام لأسفل، لا ما حصلش. السؤال اللي بعده بيقول عدد الأوعية الدموية التي تغذي الجزء السفلي المدبب للقص. فكرني بعظمة القص. عظمة القص كان تعريفها هي عظمة مفلطحة مدببة من الأسفل، كانت بتاخد الشكل الخنجري شبه الخنجر كده، جزءها السفلي غضروفي. هنا بيقول لك الجزء المدبب، يقصد بالجزء الغضروفي. يا حبيبي كنا بنقول معلومة مهمة جدا، أن الغضاريف تخلو من الأوعية الدموية، وهذا ما اقتضته حكمة ربنا سبحانه وتعالى، لأن الغضاريف في الغالب كان أماكنها ما بين العظام عشان تمنعها من التآكل، فلو كان فيها أوعية دموية لا قدر الله كانت هتتمزق نتيجة الاحتكاك، وده يتسبب في حدوث نزيف.
وترتب على إن ما فيهاش أوعية دموية إنها تحصل على الغذاء والأكسجين من العظام المجاورة بالانتشار. فعلشان كده فرق ما بين سؤال لعل لا تحتوي الغضاريف على أوعية دموية، وسؤال ما النتائج المترتبة على عدم احتواء الغضاريف على أوعية دموية. يبقى بيقول عدد الأوعية الدموية التي تغذي الجزء المدبب للقص يبقى صفر، قول له لأنه غضروفي. أوكي بوكي. السؤال اللي بعده بيقول حركة اللمس في نبات المستحية وحركة اللمس في المحاليق. يا سلام، سمي الله وأنا أقول لك. احنا كنا بنقول يا ولدي لما بنشرح الحركة في النبات ان الحركة في النبات تعتمد لمؤثرين او تخضع لمؤثرين. اما يكون الحركة دي بتعتمد على المية، واما يكون الحركة دي بتعتمد على الاكسجينات. حركة بتعتمد على المية زي حركة اللمس وحركة النوم واليقظة، وحركة بتعتمد على الاكسجينات زي حركة الانتحاء وحركة الشد عموما في المحاليق او حتى في الجذور الشادة. كنا بنقول تتميز الحركة التي تعتمد على الماء بأنها أسرع من تلك التي تعتمد على الأكسجينات. كلاهما استجابة نمو خلايا محددة، كلاهما تغير في ضغط امتلاء خلايا محددة. يا عم لا، استجابة نمو خلايا محددة ده القصة بتاعت حركة اللمس في المحاليق، لكن تغير في ضغط امتلاء خلايا محددة دي إن حركة اللمس في نبات المستحية كنا بنقول زيادة ونقصان ضغط الامتلاء في انتفاخات المحاور والأوراق والوريقات. استجابة الأول أسرع من التاني ده كلام مظبوط، لأن الأول اللي هو اللمس في نبات المستحية بيعتمد على المية، والتاني اللمس في المحاليق ده بيعتمد على الأكسجينات، فبالتالي يكون الأول أسرع من التاني. كلام منطقي جدا. السؤال اللي بعده بيقول ما عدد المناطق المضيئة الكاملة في لييفة عضلية بها 98 ساركومير. ساركومير اللي هو القطعة العضلية. افتكر رسمتي، وانت عمرك ما تغلط ابدا في مسائل القطعة العضلية لو افتكرت الرسمة بتاعتي. الرسمة بتاعتي كنا بنعمل دايرة في النص هنا، بنقول نكتب في الدايرة عدد القطع وناخد منها مرة سهم عليه موجب 1 ومرة سهم عليه -1 ونكتب تحت يساوي. عدد القطع لو انت جمعت عليه 1 يديك عدد خطوط زد، ولو طرحت منه 1 يديك عدد المناطق المضيئة الكاملة، بينما الغير كاملة كانت دايما ب2. كان بيساوي ايه ويساوي اتش، بس اتش خد بالك ممكن كانت تساوي 0 لو قال لك الانقباض ده انقباض تام. يبقى هنا الراجل بيقول لك عايز عدد المناطق المضيئة الكاملة. يبقى عدد المناطق المضيئة الكاملة يساوي عدد القطع العضلية -1. كان قطع عضلية 98 يبقى -1 يطلع 97. السؤال اللي بعده بيقول المفصل المسؤول عن الحركة النصف دائرية في الهيكل الطرفي. يا سلام، والله كلام جميل جدا. ايه الحركة النصف دائرية في الهيكل الطرفي؟ هي الحركة اللي كنت بتفتح بيها الباب، بتقور بيها الكوس، بتربط بيها اللمبة، وهي عبارة عن حركة الكعبرة حول عظمة الذند الثابتة، حركة نص دائرية. يبقى ده كان بيحصل في المفصل ده اللي هو مفصل مين ده؟ مفصل الكوع. يبقى الركبة لا، ده طرف سفلي اصلا، ده طرف سفلي معايا الكتف والكوع. الحركة النص دائرية يا دكتور كانت في الكوع وكمان الرسغ تحت. بس خد بالك الرسغ يعني اللي كان بيعمل المفصل هو ان عظمة الكعبرة متصلة بالطرف العلوي الرسغ اليد، والزند مش متصلة، لان الزند لو اتصلت لن يتمكن الانسان من اداء الحركة النص دائرية. سؤال في الامتحان. السؤال اللي بعده بيقول ما مدى صحة العبارة التالية مع التعليل؟ اشجيني يا عم الحاج. عدد عظام الطفل حديث الولادة أكبر من عدد عظام شاب في 20 من عمره. والله أنا أقدر أقول وأنا قلبي مطمن إن العبارة دي عبارة صحيحة. طب ليه العبارة دي عبارة صحيحة؟ أنا كنت بقولها لك نصا: عدد عظام الطفل الرضيع أكبر من عدد عظام الشخص البالغ، وذلك لأنه توجد مجموعة من العظام لا يحدث لها التحام إلا بعد سن معين وهو سن البلوغ. زي إيه يا دكتور؟ أقول لك زي عظام الحزام الحوضي. هو في الأصل الحزام الحوضي كل نص منه 3 عظام: عظمة حرقفة وعظمة ورك وعظمة عانة. ولكن بعد ما بتصل لسن معين هو سن الباليه، سن 15 سنة كده، يحصل لهم التحام فيتعاملوا معاملة العظمة الواحدة، العظام ال8 المكونة للجزء الخلفي للجمجمة. يبقى العبارة صحيحة: عدد عظام الطفل حديث الولادة أكبر من الشخص البالغ. يبقى وذلك لأنه توجد مجموعة من العظام لا يحدث لها التئام إلا بعد التحام إلا بعد سن البلوغ. ما العلاج اللازم لحالة أو لحدوث تمزق في وتر أخيل؟ أولا وتر أخيل تعال نشرحه. عايزين نعرف أسبابه، تمزقه طبعا، أعراضه، علاجه.
أسباب تمزق وتر أخيل: بذل مجهود عنيف، تقلص مفاجئ في العضلة التوأمية، أو انعدام المرونة فيها، أو شد عضلي فيها زاد عن الحد اللازم. لأن الشد العضلي لو حصل في العضلة وزاد عن الحد اللازم يؤدي إلى تمزق الوتر المتصل بالعضلة. أعراضه يا عم الحاج: آلام حادة، بيصوت، ثقل في حركة القدم، عدم القدرة على المشي. علاجه: واحد داخل عليك عمال بيصوت في المستشفى، أول حاجة تعملها تديه أدوية مضادة للالتهاب مسكنة للآلام، وتبص على حالة الوتر. بعد ما تشوف حالة الوتر ده ليه احتمال من اتنين: يا إما يكون، أو تعالى بقى نقول تفاصيل، ليه 3 احتمالات. الوتر ليه 3 احتمالات: إما يكون ملتهب بس، يا إما يكون تمزق كلي، يا إما يكون تمزق جزئي. لو كان ملتهب بس هكتفي بالأدوية المضادة للالتهاب والمسكنة للآلام، ولو كان تمزق كلي يبقى لازم تدخل جراحي، الراجل ده لازم يدخل أوضة العمليات ونوصل له الوتر تاني. ولو كان التمزق جزئي يبقى ساعتها هكتفي ان انا استخدم معاه الادويه، واستخدم معاه الجبيره الطبيه اللي هو الجبس، او ساعات بيلبسوه مثلا انكل سبورت، حاجه زيه كده يعني بتتلبس فيه للوتر علشان تدعمه. السؤال اللي بعد كده بيقول: حلل الرسم البياني التالي اذا علمت ان شكل واحد يوضح قياس كميه الجلوكوز المستعمله بعضلات الطرفين السفليين عند شخص خلال مجهود عضلي متزايد الشدة. والشكل ب: قياس كمية الجلايكوجين بعضلات الطرفين السفليين عند شخص خلال مجهود عضلي متزايد الشدة. يا عم الحاج والله بص، أنا مش هشوف الرسم، والله وبكلمك بجد مش هشوف الرسم. هو المتوقع إيه؟ المتوقع إن أنا لما أعمل مجهود عضلي متزايد الشدة إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل؟ العضلات بتتغذى على الجلوكوز اللي موجود في الدم، بس مع الوقت جلوكوز الدم هيقل، فلازم يتعوض إزاي؟ يقوم يتحول الجلايكوجين المخزن في هذه العضلة إلى جلوكوز. والكلام ده كنا نأكد عليه في الهرمونات لما كنا بناخد هرمون الأدرينالين والنور أدرينالين، كنا بنقول أن هذه الهرمونات تزداد كمان أثناء المجهود البدني أو الرياضات أو التمارين البدنية العنيفة، فيزيد الأدرينالين والنور أدرينالين عشان يحول الجلايكوجين المخزن في الكبد والعضلات إلى جلوكوز. يبقى أنت لو تاخد بالك شوف التمرين البدني مع الوقت تلاقي إيه يا عم الحاج؟ كمية الجلوكوز او كميه الجلايكوجين عماله بتقل. والمفروض ان الجلوكوز في الاول كان بيقل، وبعدين لما حصل تحلل للجلايكوجين رجع زاد. يبقى في بدايه التمرين، شوف التحليل بقى المنطقي للرسم ده، في بدايه التمرين تقوم العضلات او عضلات الاطراف السفليه بالحصول على الطاقه من جلوكوز الدم فينخفض مستواه، تضطر العضلات الى تحليل الجلايكوجين المخزن بها الى جلوكوز ليعود مستوى الجلوكوز في الدم، أو يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم نسبيا مرة أخرى. السؤال اللي بعده بيقول: اكتب الكلمة الشاذة من بين الكلمات التالية مع بيان السبب. أسيتايل كولين، كولينستريز، تشابك عصبي عضلي، الروابط المستعرضة. أسيتايل كولين ده الراجل ده كنا بناخده في الانقباض، وده كان النقل العصبي اللي كان بيرتبط بمستقبلاته اللي موجودة على غشاء الليفة العضلية، فيزود نفاذية غشاء الليفة العضلية لدخول أيونات الصوديوم فتنعكس الشحنات ويتلاشى فرق الجهد. كولينستريز ده كان ليه دور، ولكن دوره كان في الانبساط، انه كان بيمسك مادة الاسيتايل كولين ويكسرها ويحولها الى كولين وحمض خليك او حمض اسيتيك CH3COOH. التشابك العصبي العضلي ده موضع اتصال النهاية العصبية بغشاء الليفة العضلية لدور في الانقباض. الروابط المستعرضة دي كانت عبارة عن خطاطيف بتطلع من الخيوط السميكة اللي اسمها الميوسين وتمسك في الخيوط الرفيعة اللي اسمها الأكتين وتشدها ناحية بعضها. يبقى أنا لو أبص على 1 و3 و4 لهم دور في الانقباض، أما 2 دوره في الانبساط، إذن هو الكلمة الشاذة. حركة الحلق حول الدعامة، حركة الجذور الشادة، حركة أوراق نبات المستحية، حركة الكائن هربا من الخطر. والله يا عم الحاج أنا لو جيت أبص، إحنا كنا بنقول قاعدة أي حركة تحدث في النبات هي حركة موضعية، عدا الحركة الدورانية السيتوبلازمية فهي حركة دائبة. يبقى دي حركة موضعية موضعية، أما حركة الكائن الحي هربا من الخطر دي حركة كلية. ده بالنسبة للسؤال الأول. بوكلت ده بوكلت مطابق لامتحان آخر العام بس على الفصل بس. السؤال الثاني ألف بيقول: اختر العبارة الصحيحة. الشكل البياني المقابل يوضح نشاط العضلات الهيكلية في جسم الإنسان.
تمثل الأرقام الموجودة على الرسم المقابل 1 و2 و3 على الترتيب مين؟ فين 1 و2 و3؟ أدا 1 2 3. تعالى يا عم نشوف 1 2 3. أولا لازم تشوف الرسم البياني بيقرأ إيه. الرسم البياني يقرأ على الأفقي طول العضلة، ويقرأ على الرأس انقباض العضلة. المفروض إن العضلة لما بتنقبض طولها بيقل وسمكها بيزيد. يبقى أنا أشوف حالة الانقباض اللي هيكون فيها طول العضلة أقل ما يمكن، وحالة الانبساط اللي العضلة طولها هيرجع فيها إلى الطبيعي. يبقى بص على واحد هتلاقي قوة الانقباض كبيرة وطول العضلة قليل، يبقى ده انقباض. ثم 2، شايف 2، شايف دي اسمها شد، او بمعنى اصح يعني الاصح يتقال تشنج. ثم بص في المرحلة 3 رجع طول العضلة الى وضعه الطبيعي، يبقى دي مرحلة انبساط. يبقى انقباض وشد وانبساط، اللي هي انقباض شد انبساط اللي هي ألف. ده كلام مظبوط 100%. السؤال اللي بعده بيقول يؤدي نقص كمية ال ATP في العضلات إلى نقط. يا سلام، ركز بقى كده الله يكرمك. هو ال ATP ده كان ماله يا دكتور؟ ال ATP ده كان يلعب دورا مزدوجا. دور مزدوج في ايه يا ولا؟ بيلعب دور مزدوج في الانقباض والانبساط. كان دوره في الانقباض ان هو بيخلي او بيعطي الروابط المستعرضة القدرة على سحب المجموعات المتجاورة من خيوط الاكتين. ودوره في الانبساط انه كان بيخلي الروابط المستعرضة تنفصل على الاكتين. فكنا بنقول ماذا يحدث اذا تناقصت جزيئات ATP في عضلة منقبضة؟ يبقى يحصل شد. ليه؟ لأنه لن تنفصل الروابط المستعرضة عن الخيوط الأكتين، وده أحد أسباب الشد العضلي. والشد ده لو زاد عن الحد اللازم يحصل إيه؟ يحصل تمزق، والتمزق ده يعقبه نزيف. وبرضه الشد العضلي يؤدي إلى تمزق لما يزيد عن الحد اللازم، لسه قايلها فوق، يؤدي إلى تمزق الوتر المتصل بالعضله. يبقى تعرض وتر اخير للتمزق ممكن جدا لو حصل في عضله السمانه او بطن الساق او التوأميه. يعني تمزق في عضله بطن الساق صح، يبقى الف وب ينفع. والله كلام مظبوط. السؤال اللي بعده بيقول من خلال هذا الشكل الذي يمثل راحه اليد ما هو اتجاهه والى اي جانب من الجسم ينتمي هذا الشكل؟ بص يا عم الحاج، الايد اهي لو انا مصورها من منظر خلفي تاخد الشكل المحدب، ولو مصورها من منظر امامي تاخد الشكل المقعر. بص على ده، والله ده تحدب، ده منظر خلفي. طالما منظر خلفي كنت بقول لك وانا بنحدد الطرف، امامي بنعكس خلفي ما بنعكسش. دي القاعده اللي انا كنت معلمها لك. يبقى خلفي ما بنعكسش، حط ايدك جاي على ايدك مين؟ والله جاي على ايد اليمين يا دكتور، او الابهام مع الابهام والصباع الصغير مع الصباع الصغير. لكن لو حطيت على الشمال تلاقيها معكوسه، يبقى ده طرف خلفي ايمن اهي. السؤال اللي بعده بيقول الغضاريف هي نسيج ضم يتكون من خلايا غضروفية. ده كلام مظبوط. وظيفته يربط عظمة بعظمة. ده كلام غلط، لأن اللي كان بيربط عظمة بعظمة ويوصلها هو الرباط. أما الغضاريف يا دكتور كانت تشكل بعض أجزاء الجسم زي مقدمة الأنف والأذن والشعب الهوائية، وكانت بتحمي العظام من التآكل نتيجة الاحتكاك لما كانت بتبقى موجودة بين رؤوس العظام، وبصفة خاصة عند المفاصل. يبقى الأولى صح والثانية غلط. عدد المناطق الداكنة في الأليافة عضلية منقبضة انقباض جزئي يبقى 3 قطع عضلية. الداكنة اللي هي إيه؟ مش أنا لسه قايل لك إن عدد القطع العضلية يساوي عدد المناطق الداكنة، يبقى 3. أي النباتات التالية لا يحتوي على نسبة كبيرة من الكيوتين؟ الكيوتين كان في الدعامة التركيبية كان ترسيبه خارجي. يعني إيه ترسيبه خارجي يا دكتور؟ كان يرسب في خلايا خارجية اللي هي خلايا البشرة، ويرسب على سطحها من الخارج ليعمل على تقليل فقد الماء أثناء عملية النتح. وبالتالي كان يزداد هذا النبات أو الكيوتين في النباتات وبصفة خاصة الصحراوية، ويقل في المائية. يعني هو هنا عايز بيقول لك اللي ما فيهوش نسبة كبيرة يبقى أكيد نبات مائي. مين في دول نبات مائي؟ الإيلوديا اللي احنا كنا عملنا تجربة الانسياب السيتوبلازمي عليه. السؤال اللي بعده بيقول ليفة عضلية بها 3 قطع عضلية متجاورة، عدد المناطق الداكنة. يبقى سهلة، 3 قطع عضلية يبقى الداكنة بيساوي عدد القطع، يبقوا 3. عدد المناطق الشبه المضيئة عند حدوث انقباض كامل. ما أنا قلت لك أنه قد تنعدم عدد المناطق شبه المضيئة أو اتش إذا حدث انقباض تام للعضلة، لأن ساعتها خيوط الأكتين هتلمس بعضها، فمش هيبقى عندك منطقة أصلا فيها خيوط الميوسين فقط. يبقى إجابتي 0.
عدد الخطوط الداكنة زد، ما انا قلت ان عدد خطوط زد ارجع للرسمة يساوي عدد القطع زائد 1، يبقى 3 زائد 1 يطلع ب4 خطوط. حتى لو انت جيت رسمت 4 خطوط زد، ده 1 2 3 4، عد عدد القطع 1 2 3. ما الفرق ما بين الساركوبلازما والساركوليما والساركومير؟ الساركوبلازم هو السيتوبلازم الليفة العضلية، حتى كنا بنقول تتكتب كده ساركوبلازم، وساركو يعني عضلة. الساركوليما، ليما يعني غشاء، يبقى غشاء الليفة العضلية. ساركومير، مير يعني قطعة، يبقى دي القطعة العضلية. يبقى ده سيتوبلازم الليفة العضلية، غشاء الليفة العضلية، ودي القطعة العضلية. يلا بينا على السؤال الثالث. اختر العبارة الصحيحة. 1. أي مما يلي يميز المحاليق؟ المحلاق يا صديقي العزيز كان بيعمل 4 حاجات. كان بيدور وبيلتف وبيتموج ويتغلظ. يبدأ المحلاق عمله بأن يدور في الهواء باحثا عن جسم صلب، دي كلمة يدور. فإذا وجده يعمل التانية، يلتف حوله ويلتصق به بشدة، وإذا ما لقاهوش يذبل ويموت. وبعد ما يلتصق به بشدة يعمل الكلمة الثالثة، يتموج في حركة اللولبية. عشان إيه؟ عشان يقلل طوله. طب ويقلل طوله ليه؟ عشان يجرب النبات من الدعامة، فالنبات بدل ما كان نايم يستقيم رأسيا لأعلى. ثم يتغلظ يعني يقوى ويشتد، يترسب فيه أنسجة دعامية، دعامة تركيبية، علشان يقدر يستحمل النبات. تجذب الساق إلى أسفل لا لأعلى، يزداد النمو في الجانب الملامس. لا، احنا كنا بنقول علل يلتف المحلاق حول الدعامة. احنا عارفين ان تركيز الأكسجين بيزيد في الجانب البعيد عن المؤثر، ولو ما بيزيد في الساق بيحفز النمو، فبيزيد في الجانب البعيد عن المؤثر اللي هو الغير ملامس، فمعدل نمو واستطالة الجانب الغير ملامس يكون أكبر من الملامس. يساعد الساق الرخوة على النمو رأسيا لأعلى، صح، ما هو كان أهميته ووظيفته استقامة الساق رأسيا لأعلى. الهيكل العظمي مغطى بعضلات لحمة، يعني يبقى طبقة من العضلات، وانت بتشف كده يوم العيد الكبير هلا شغال بوحة الصباح. العضلات الملساة تتكون من خيوط تشبه بحد كبير، وهذا يجعلنا يعني نتذكر الأخ هيكسلي حط نظرية سماها بفرضية الخيوط المنزلقة لهيكسلي، وسميت بالخيوط المنزلقة لأن الخيوط البروتينية المكونة للقطعة العضلية تنزلق فوق بعضها، وتحديدا كانت تنزلق خيوط الأكتين فوق الميوسين. عشان كده كنا بنقول على الأكتين هو الجزء المتحرك. هيكسلي الراجل ده عمل فرضية وشرح، قال إنه أثناء الانقباض تمتد رابط مستعرضة من الميوسين تعمل كخطاطيف فتسحب المجموعات المتجاورة من الأكتين باتجاه بعضها، وأثناء الانبساط يحصل إن هي تنفصل عنها. ولكن قصور نظرية هيكسلي إن نظرية هيكسلي لم تستطع تفسير انقباض العضلات الملساء، بالرغم من أنه عند دراسة العضلات الملساء وجد أنها تحتوي على خيوط تشبه إلى حد كبير خيوط الأكتين. يبقى تشبه خيوط الأكتين الموجودة في العضلات الهيكلية. والله كلام في غاية الإمبورتنس. الحلقات الغضروفية في القصبة الهوائية يصعب التئامها. كنا بنقول أكتر حاجة ممكن تاخد وقت عبال ما تلتئم الغضاريف عشان فيهاش اوعيه دمويه، والحلقات الغضروفيه يبقى لانها لا تحتوي على اوعيه دمويه، تخلو من الاوعيه الدمويه. هلا كل مما يلي يميز المفاصل الزلاليه ما عدا. المفاصل الزلاليه تتميز بانها معظم مفاصل الجسم مرنه وتتحمل الصدمات، علل، وذلك بسبب وجود حاجتين. اول حاجه طبقه من ماده غضروفيه تغطي اسطح العظام عند هذه المفاصل. رقم 2 وجود سائل مصلي أو سائل زلالي يسهل انزلاق هذه الغضاريف التي تكسو أسطح العظام. يبقى السائل الزلالي الذي يملأ الفراغ بين العظام، صح، توجد بين معظمها عظام الهيكل العظمي، صح. لا غشاء زلالي يغطي مباشرة، لا مش غشاء زلالي، غشاء غضروفي كالطبقة غضروفية. يتم دعمها بواسطة الأربطة، صح، أشهرها مفصل الركبة، كان في 4 أربطة، 3 منهم ما بين الفخذ والقصبة، صليبي أمامي صليبي خلفي وسطي، وواحد ما بين الفخذ والشظية بره كده رباط جانبي. أي البدائل التالية لا يتفق مع بقية البدائل بالنسبة للدعامة في النبات؟ السليلوز، صح، السلوز كان ترسيبه داخلي خارج، كان يرسب في خلايا داخلية اللي هي الخلايا الكولانشيمية خارج على الجدار من الخارج، كان يكسب النبات الليونة والمرونة وجزء من الصلابة والقوة. القيتين ملوش علاقة أصلا اهو. اللجنين كان ترسيبه داخل يرسب في خلايا داخليه اللي هي الخلايا الاسكلرانشيميه بنوعيها الالياف والخلايا الحجريه.
ويرسب على الجدار من الداخل فيكسب خلايا النبات الصلابة والقوة. السيوبرين كان ترسيبه خارجي داخل، كان يرسب في خلايا خارجية اللي هي خلايا الطبقة الفلينية، ويرسب على الجدار من الداخل ويمنع فقد المية. وضح بالرسم، اكتب على الرسم يؤجل، لأن أنا بعمل لك كل سنة فيديو للرسومات لا يخرج عنه رسومات الامتحان. رقم 1 ليفة عضلية منقبضة تحتوي على 7 مناطق شبه مضيئة. شبه مضيئة يعني فيها 7 اتش. حلو. عدد خطوط زد، بما ان فيها 7 اتش يبقى فيها كم قطعة؟ عدد المناطق شبه المضيئة يساوي عدد القطع، يبقى 7 قطع. وكنا بنقول ان عدد خطوط زد يساوي عدد القطع العضلية زائد 1، يبقى 7 زائد 1 يطلع ب8. هل الانقباض تام؟ ولماذا الانقباض غير تام؟ لانه لو كان الانقباض تام كنت هلاقي ان عدد المناطق شبه المضيئة بيساوي 0، وفي الكتاب او في السؤال قال لي 7. عدد المناطق التي بها بروتين رفيع فقط، اللي فيها بروتين رفيع فقط اللي هي المناطق المضيئة، سواء بقى كانت كاملة أو غير كاملة. الغير كاملة 2 والكاملة نجيبهم إزاي؟ الكاملة بيساوي عدد القطع ناقص 1. طب أنا عندي عدد القطع 7 ناقص 1 يبقوا 6. 6 مناطق مضيئة كاملة و2 مناطق مضيئة غير كاملة. اللي بعده رتب الخطوات التالية ترتيبا علميا. تحطيم الأسيتايل كولين، الاستقطاب، خروج لو تاخد بالك ده بتاع الانقباض العضلي من الآخر. هو ايه اللي كان بيحصل؟ اول حاجه ان العضله بتبقى في حاله استقطاب، ادي رقم 1، وبعدين يوصل لها سيال عصبي، يبقى وصول السيال العصبي رقم 2. اول السيال العصبي ما بيوصل، ايه اللي بيحصل؟ كانت بتنفجر الحويصلات اهو، يبقى رقم 3. وبعد الحويصلات ما بتنفجر كان بيطلع منها الاسيتايل كولين، يبقى خروج النواقل العصبيه رقم 4. وبعدين العضله تنقبض فيجي الاسيتايل، خروج الناقل العصبي اللي هو الاسيتايل كولين، فتنقبض. وبعدين يجي انزيم اسمه كولين استريز يحطم الاسيتايل كولين عشان ترجع لوضع الاستقطاب مرة تانية، ونرجع ناخد الكرة من اول وجديد. يا ابني والله عيب تبقى طالب عند دكتور هشام وما تبقاش بنفس هذه اللباقة ونفس طريقة الحل. لازم يعني عيب جدا. عايزك تدخل الامتحان بفضل ربنا سبحانه وتعالى وتوفيقه اولا واخرا، يعني هتحل وانت مغمض. بص هو اهو، هي دي الاجابه، ما فيش تفكير، لازم تبقى منمق كده ولبق. السؤال اللي بعده، اختر العباره الصحيحه. العضلات التي تم تكييفها لتكون شديده المقاومه للاجهاد. يا سلام، من حكمه ربنا سبحانه وتعالى إن عضلة القلب تشتغل من أول ما تتولد لحد ربنا ما ياخدك، وتنبض بانتظام طوال الحياة دون أن تصاب بإجهاد. وذلك لأنها تحتوي على عدد كبير جدا من الميتوكوندريا، وهي عضية إنتاج الطاقة داخل الخلية. يبقى اللي بتكون مقاومة شديدة جدا للإجهاد هي العضلة القلبية طبعا. يوجد ما يزيد عن نصف عدد عظام الجسم في نقط. تعال نشوف عدد عظام الجسم كام؟ 206. الأحزمة والضلوع، الأحزمة حزام صدري 4 وحزام حوض 2 يبقوا 6، والضلوع عندك 24 ضلع يبقى 30. لا، الطرفان العلويان والسفليان، الطرفان العلويان 60 والطرفان السفليان 60، يعني مجموعهم 120. طب عدد العظام كله 206، ده أكبر من إيه؟ من نص عدد العظام. يبقى إجابتي بقى أي مما يمثل مكان تكون التشابك العصبي العضلي. التشابك العصبي العضلي تعريفه لسه قايله في أول الحصة، هو موضع اتصال النهاية العصبية بغشاء الليفة العضلية. بس نهاية عصبية مش حسية، لا يا ولا، لأن العضلة عضو استجابة، فاللي يبقى واصل لها خلية عصبية حركية. ارجع لتانية ثانوي، ما في خلايا عصبية حسية وحركية. الحسية طالعة من عضو الاستقبال أو الإحساس ورايحة للجهاز العصبي المركزي، أما الحركية طالعة من الجهاز العصبي المركزي ورايحة لعضو الاستجابة زي العضلة. يبقى بين محور الخلايا العصبية الحركية والزوائد الشجيرية، بين محور الخلايا العصبية الحركية، لا، بين محور الخلايا العصبية الحركية والألياف العضلية، صح، وهي مش بين المحور، بين الزوائد المحورية اللي هي بيقولوا عليها النهايات العصبية يعني. يبقى إجابتي ج، بس إيه، خليها لي الزوائد المحورية، بحب الدقة كده في الإجابات. عدد الألياف العضلية يساوي عدد الليفات العضلية. يا عم عدد الألياف أقل من عدد الليفات، اشمعنى؟ لأن الليفة الواحدة كان فيها من 1000
إلى 2000 ليفة. فعلى سبيل المثال أنت لو عندك ليفة واحدة يبقى عندك في المتوسط 1500 ليفة. يبقى هنا هتلاقي إن عدد الألياف أقل من عدد الليفات. القص عظمة مسطحة في الوضع التشريحي، مسطحة يعني مفلطحة، ده كلام مظبوط. في الوضع التشريحي للجسم يكون الإبهام جهة الخارج. في الوضع التشريحي للجسم the body is standing erect and the palm face forward. يعني the body standing erect، الجسم واقف مشدود منتصب، والthe palm face forward يعني ناحية قدام كده زي ما أنا عامل كده، فتلاقي الإبهام أهو جهة الخارج، صح؟ يبقى إجابتي العبارتان صحيحتان. هي ألف. تتركب العضلة من عدد كبير من خيوط رفيعة متماسكة تسمى ألياف عضلية. طبعا كنا بنقول بتبقى متجمعة في صورة حزم، كان اسمها حزم عضلية. الحزمة بتبقى عبارة عن ألياف، والليفة عبارة عن مادة الحية بروتوبلازم. سيتوبلازم بنسموه ساركوبلازم، وعدد كبير من الأنوية. وعدد من الليفات يتراوح من 1000 ل 2000 ليفة. والليفة كانت عبارة عن قطع عضلية، والقطع العضلية مناطق مضيئة ومناطق، والقصة دي. يتوفر الليف العضلي على بنية متخصصة تمكنه من الانقباض. يوضح الشكل المقابل رسم تفسيري لآلية التقلص في مستوى خيوط الأكتين والميوسين من خلال البيانات على الشكل. وضح كيف يتم تحويل الطاقة الكيميائية ال ATP إلى طاقة ميكانيكية على مستوى الخيوط العضلية. يا سلام. بص يا ولدي، أدا ال ATP أهو. أدا ال ATP بيبقى عبارة عن سكر اسمه ريبوز، ماسك فيه قاعدة نيتروجينية اسمها الأدينين، وماسك فيه 3 مجموعات من الفوسفات بالشكل ده اهو. الطاقة بتبقى متخزنة في الاي تي بي في الرابطة ده، هي اللي هي ما بين الفوسفاتية الأولى والثانية، والرابطة ده هي اللي هي ما بين الفوسفاتية الثانية والثالثة. فلما الاي تي بي ده يروح للعضلة بنعمل ايه؟ بنكسر هذه الرابطة اللي هي ما بين الفوسفاتية الثانية والثالثة، فأصبح في 2 اي تي بي، في 2 فوسفات فيسموه اي دي بي، ويديك كمان مجموعة فوسفات، ويديك طاقة. الطاقة دي قدرها بيتراوح من 7 ل 12 سعر حراري، وبالمناسبة السعر الحراري 4.18 جول. الطاقة ده هي بقى العضلة تستخدمها يا في الانقباض يا في الانبساط، بس كده. أجب حدد رقم ونوع أول فقرة تتصل بضلع عائم. رقم الفقرة يساوي، فاكر؟ والله أنت شكلك نسيت يا ولدي، نسيت يا ولدي. رقم الفقرة يساوي رقم الضلع زائد 7. يبقى أنا حدد رقم ونوع أول فقرة تتصل بضلع عائم. الضلع العائم الأول هو زوج الضلوع رقم 11، الفقرة اللي ماسكة فيه زود 7، يبقى الفقرة رقم 18 في العمود الفقري، ودي فقرة صدرية أو ظهرية. حدد الأيون المسبب للحفز العصبي. لما تسمع الأيون هيقول لك الراجل حاجة من اتنين، مرة هيقول لك الأيون المسبب للحفز العصبي، ومرة هيقول لك الأيون المسبب لنقل السيال العصبي. الأيون المسبب للحفز العصبي ده الصوديوم، الأيون المسبب لنقل السيال العصبي ده الكالسيوم. اذكر السبب العلمي. الطرف العلوي للزند تجويف خاص ليستقر فيه النتوء الداخلي للعضد مكونا مفصل الكوع. يبقى شوف، ليستقر فيه النتوء الداخلي للعضد مكونا مفصل الكوع، وهو مفصل زلالي محدود الحركة. مرونة العمود الفقري في الإنسان بسبب وجود المفاصل الغضروفية. السؤال الخامس. ألف، اختر العبارة الصحيحة. أحد العظام التالية يبدأ برأس وينتهي بنتوئين. كنا بنقول في عظمة تبدأ برأس وتنتهي بنتوء، وعظمة تبدأ برأس وتنتهي بنتوئين. تبدأ برأس وتنتهي بنتوء ده العضد، تبدأ برأس وتنتهي بنتوئين ده عظمة الفخذ. أحد الأسباب التالية يجعل العمود الفقري محور الهيكل العظمي. كنا بنقول علل العمود الفقري محور الهيكل العظمي، وذلك لأنه طرفه العلوي يتصل بالجمجمة، يتصل في منطقة الصدر بالطرفان العلويان، واتصل في منطقة الحوض بالطرفان السفليين عن طريق الحزام الحوض. طبعا يحمل حبل الشوكي، يعمل كدعامة أساسية، اتصاله بالأطراف الأربعة يساعد في حركة الرأس. هو هنا بيقول لك يجعل العمود الفقري عشان يعمل كدعامة أساسية، دي أدقهم، بس يعني الباقي ينفع. كل ما يلي من مميزات الجمجمة من حيث التركيب ما عدا تتكون من جزء خلفي وجزء أمامي. صح. حماية المخ، لا، حماية المخ من مميزاتها بس مميزاتها الوظيفية. شوف هنا في السؤال قال لك ايه؟ من حيث التركيب.
يضم الجهاز الهيكلي كل ما يلي ما عدا الهيكل العظمي صح، الغضاريف والمفاصل صح، الاربطه والاوتار صح، العضلات لا، ده الجهاز العضلي ودي حاجه لوحدها. عدد تجاويف الطرفين العلويان، الطرفين العلويان فيهم تجويفين، ها علو للزند هنا وعلو للزند هنا. طب رد عليا، عدد تجاويف حزام صدري وطرف علوي واحد، يبقوا ثلاثة، الحزام الصدري فيه اثنين والطرف العلوي فيه واحد. طب عدد التجاويف في الحزام الصدري والطرفان العلويان يبقوا أربعة. طب عدد التجاويف في الطرفان السفليان صفر ما فيهمش. طب عدد التجاويف في الحزام الحوض اثنين. طب عدد التجاويف في الهيكل الطرفي ستة، اثنين أروح، اثنين علوي للزند، اثنين حقي. الكلام ده مهم. المفصل الذي يربط الهيكل الطرفي بالهيكل المحوري، دي كانت عظمة القص لو انت فاكر الشرح يعني. المفصل بين عظمتي الترقوة ولوح الكتف، المفصل بين عظمة الترقوة وعظمة القص صح، ده المفصل اللي بوصلهم ببعض. علل يشعر كبار السن بألم عند الحركة أو المشي بسبب تآكل نقص السائل الزلالي وتآكل المادة الغضروفية التي تغطي أسطح العظام اللي هو بيسموه خشونة المفاصل. سببه ان السائل الزلالي في المفصل بيقل وتبتدي طبقة الغضاريف تتاكل فيحصل احتكاك ويحصل ألام. التفاف المحلاق حول الدعامة بسبب بطء نمو المنطقة الملامسة للدعامة وسرعة نمو المنطقة الغير ملامسة فتستطيل. ما هي خصائص الألياف العضلية؟ خصائص الألياف العضلية والله يا عم الحاج أو العضلات عموما يعني إن هي خيطية الشكل بصفة عامة، لا قدرة على الانقباض والانبساط. وخد بالك في فرق ما بين خيطية ومخططة، كل العضلات خيطية بس مش كلها مخططة. يعني الهيكلية والقلبية والملساء كلهم خيطية بس المخطط منهم الهيكلية والقلبية. اختر من العمود ده سؤال ما بيجيش بس هنحله. عظمة الترقوة يوجد بالقفص الصدري، يوجد بالساد، يوجد بالساق، يوجد بالحزام الحوضي، يوجد بالحزام الكتفي صح، يبقى دي اللي هو الحزام الصدري يعني. عظمة الكعبرة توجد فين؟ توجد في الساعد. عظمة الحرقوفة توجد في الحزام الحوضي. ده كده صديقي امتحان الدعامة والحركة. استنانا إن شاء الله في الحلقة القادمة مع حل شامل الهرمونات. في النهاية سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.